تعادل الاهلي بدون اهداف على ارضه وسط جمهوره، واضاعه كل الفرص المتاحه في الشوط الاول، واضاعه فوز سهل. انا شايف النهارده سان داونز مش في خطورته ولا في لعبه اللي احنا كلنا شفناه. اتيحت لنا اكتر من فرصه في الشوط الاول ما استغلناهاش. اداره النادي لازم تعيد النظر في الصفقات. الاخ اللي جايبينه اللي اسمه مودست ده اللي شكله لسه بيتعلم كوره، جاي يتعلم عندنا او جاي يعتزل عندنا. مفيش كوره خالص بيقدمها. اكتر من فرصه. علي معلول المفروض ما يشوتش بلانتيات، دايما بلانتيات في الماتشات المهمه بيضيعها. المفروض يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه بيشوطوا كويس. ليه ما نجربش تاو؟ ليه ما نجربش محمد عبد المنعم؟ ليه؟ معلش، ضربه جزاء اللي جات لنا في الشوط الاول غيرت الماتش كله. لو كنا سجلناها كان النهارده صعدنا مرتاح. كمان انا عايز افهم يعني الاخ اللي اسمه كولر المدرب بتاعنا ليه بيأخر التغييرات؟ انا عايز افهم يعني ليه بيغير التغييرات ويحرق في دمنا. الحاجه الثانيه يعني انا مش عارف والله، يعني الشوط الاول اتيحت ليكوا كان سيطره ولعب وضغط والدنيا كانت زي الفل. ليه ما نسجلش؟ ليه كهربا لازم يجي له 50 كوره عشان يجيب منهم كوره؟ حسين الشحات ليه النهارده مش مركز؟ انا عايز افهم. اكتر من كوره برضه بيستعمل فيها ذكاء. ما تلعب يا عم على طول، ما تلعبوا يا جماعه على العرضيات. في ايه بالظبط؟ يعني مش عارف والله اقول ايه. حتى الحظ ما كانش معانا. حكم اللاين زمان ما تفهمش فيه ايه. اكتر من كوره في الشوط الاول مش اوف سايد، لكن احنا ما سجلناش، ما دخلناش، ما جبناش جول مثلا واتلغى بدايه التسلل. في عندنا مشكله يا جماعه في راس الحرب. لازم في يناير اداره النادي تبيع مودست ده وتجيب لنا مهاجم. المهاجمين اللي موجودين في النادي الاهلي في الناشئين او في الدوري المصري الاجانب افضل من المهاجمين اللي الاهلي بيجيبهم. اتكلم على ايه بس؟ حرام والله. شكلنا يعني 4 ماتشات في البطوله وما فيش ولا مكسب. ليه؟ اداء الاهلي السنه دي علامه استفهام، ولازم الاداره تفكر مره واثنين وثلاثه، ولازم تحاسب ولازم تضغط على اللعيبه دي، والا الموسم هينتهي صفري. حكم اللقاء انا ما اعرفش التحكيم الافريقي ماله، ليه بيعمل معانا كده؟ عايز افهم يعني لمصلحه مين؟ عشان سان داونز صاحب النادي اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي متسبي بالعافيه عايزين تصعدوه؟ طيب ورونا هيعمل ايه بقى مع الوداد. في المجمل يعني السيطره كانت للاهلي والفرص الاكثر للنادي الاهلي. على الاقل نستحق هدف، على الاقل هدف، ونوصل ونلعب ضربات جزاء معاه. لكن بصراحه انا مش مبسوط، ومفيش حد من جمهور النادي الاهلي ولا الجمهور المصري مبسوط. وارجو من اداره النادي ان هي تعيد النظر في الصفقات اللي بتجيبها. سلام.